مساء الخير. أهلا بيكم في أسهل طريقة مع ميمي. كل سنة وانتم طيبين، والمولد النبوي الشريف خلاص على الأبواب، فقلت بقى نعمل حلاوة المولد معاكم. احنا قبل كده عملنا الفولية وعملنا البندقية واللوزية. النهاردة بقى هنعمل الملبن الحبل بعين الجمل أو بالجوز، وهنعمل الملبن بالفستق. المواضيع سهلة جدا جدا زي ما انتم شايفين. ده ملبن الحبل بعين الجمل اهو، وكمان ده الملبن اللي بالفستق. طبعا انت ممكن تحطي الحشوة اللي انت عايزاها وحسب اللي موجود عندك، يعني ممكن تحطي سوداني، ممكن تحطي بندق، ممكن تحطي اي حاجة انت بتحبيها، واحتفلي مع اولادك احلى احتفال. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ خالص هجيب عين الجمل بتاعتي وابتدي اعملها كده زي العقد بالخيط والإبرة زي ما انتوا شايفين كده. هدككها كده في الخيط، اعملها عقاد، وهجهزها وهحطها في حاجة عميقة. هحط كوباية ونص سكر، عليها كوباية ونص مية، هحط عليهم معلقتين كبار عسل جلوكوز. ده موجود عند اي عطار يا جماعة ورخيص جدا. هنشغل البوتاجاز على الكلام ده كله ونسيبه من غير تقليب من غير اي حاجة لغاية لما يغلي. اول بقى ما يبتدي يغلي كده هجيب نص كوباية نشا، هدوبها في نص كوباية مية كويس جدا. هقلب بقى كل ده كويس جدا عشان ما يكلكعش مني. مش هبطل تقليب. عصرة نص ليمونة كده، او لو عندك ملح ليمون تحطي نص معلقة صغيرة، بس انا يعني بسهل المواضيع. نص ليمونة هنعصرها كويس، ومعلقة صغيرة من مية الورد. قعدت اقلب حوالي ربع ساعة كده لغاية لما حسيت ان هو بدأ يلم كده شوية من الطاسة. بصوا القوام بقى عامل ازاي. هجيب 3 معالق من بودرة الجيلاتين وهدوبها كويس في ربع كوباية مية مغلية. هنزل بقى بيها كده، ومن لحظة ما انزل بالجيلاتين هفضل اقلب تلت ساعة، اقل حاجة تلت ساعة. انا عايزة ملبن زي اللي بشتريه من بره بالظبط. بعد تلت ساعة بقى او حتى اكتر كمان، زودت انا 5 دقايق كده من عندي. بصوا القوام بقى عامل ازاي، شايفين؟ ما بينزلش بسهولة، بقى جيلاتيني جدا. بصوا هجيب طبق واحط فيه كمية من النشا، وهجيب العقد بتاعي اللي احنا عاملينه وهحطه كده، وهبتدي اغرقه كله بالملبن كده، يعني اغطيه كويس جدا. هو زي ما انتوا شايفين كده، انا عايزاه كله يتغطى قد ما تقدري بقى. بصي همسك من الناحية التانية برضو واحاول اغطيه كويس جدا. وانا حاطه الفتله من هنا وفتله من هنا، واخدين بالكم؟ هجيب التاني ونفس الكلام هحطه كده، وهبتدي اغطي.
شايفين الجمال والمنظر تحفة ازاي؟ حاجة يعني خطيرة، تحفة تحفة تحفة. هاخده بقى كده بسرعة واقوم حطاه على النشا ودحرجه كده على النشا. غطيناه كله كده بالنشا، هنسيبه يوم، يعني انا اعمله النهارده وهسيبه لغايه بكره وابتدي اقطعه ونشوف شكله ايه. نفس الملبن بقى ونفس الطريقه اللي انا عملتها دي، انا هغير كده شويه في الحشوه. حابه بقى تعمليها سوداني، بندق، لوز، عين جمل، فستق. انا هحط شويه فستق كده، يعني شويه مكسرات من اللي باقيين عندك من رمضان اللي فات. هنقلبهم. علبه بقى حاطه فيها كيس نايلون كده ودهناه بالزيت كويس جدا، وهنزل بالملبن بتاعي كده زي ما انتوا شايفين اهو. موضوع بسيط، مش محتاج كل الفلوس اللي بندفعها دي كلها لما نروح نشتري الحاجة من بره. طالما احنا عندنا شوية مكسرات بسيطة كده، فاحنا نقدر نعمل كل حاجة بشوية سكر وشوية مية. وهنقفل عليه بالكيس اللي احنا دهنينه زيت كويس جدا اهو. وبرده هنسيبه لبكرة. تاني يوم كده بصينا على الملبن بتاعنا، لقيناه مسك نفسه وبقى ملبن تحفة. هبتدي بقى اشيل منه الخيط وهاخده بقى واقطعه كده. تعالوا نشوف النتيجة. بصوا بصوا الملبن تحفة تحفة تحفة. بصوا شايفين؟ حاجة في منتهى الجمال والنظافة. وبصي من جوه الشكل عامل ازاي، شايفة؟ شايفين حاجة في منتهى الجمال. العلبة بتاعة الملبن الفستق اللي احنا عملناها مع بعض هقلبها كده. هحط نشا طبعا، هقلبها. احط عليها شوية نشا كده عشان وانا بقطع. بصوا بصوا الحلاوة. الموضوع سهل وبسيط، وهتعملي حاجات كتيرة بدون تكاليف تقريبا من البيت، يعني الحاجات اللي هتستخدميها كلها من البيت. هنغرق كده السكينة بالنشا عشان لما نيجي نقطع مكعبات اهي كده. نعمل تاني نشا. بصوا قطعة الملبن، بصوا عاملة ازاي. صراحة حاجة في منتهى الجمال. شايفين تقطع معايا ازاي ملبن. بصوا تحفة يا جماعة، وان شاء الله يعجبكم. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير
والاشتراك في القناة عشان يجيلكوا كل جديد. وكمان ما تنسوش الكومنتات اللي بستناها عشان أعرف رأيكم في الحاجات اللي أنا بقدمها. ودي كانت طريقة عمل الملبن بالحبل بالجوز أو بعين الجمل، وكمان ملبن الفستق بأسهل طريقة مع ميم.